في شخصيات غيرت مجرى التاريخ، لكن يا ترى لو عاشوا معانا النهاردة كان شكلهم هيبقى عامل إزاي؟ استعد لأننا هنرجعهم للحياة بعقلية العصر الحديث. أنت دلوقتي بتتفرج على لو عاشوا معانا. تخيلوا معايا ليوناردو دافنشي، الراجل اللي رسم الموناليزا وسبق عصره بقرون في اختراعاته، فجأة يصحى يلاقي نفسه في 2025. يا ترى كان هيعمل إيه؟ يلا بينا نعيش القصة. يفتح عينه يلاقي نفسه وسط مدينة مليانة أضواء وأبراج شاهقة، ويهمس: هل وصلت للجنة؟ ولا ده حلم؟ يشوف حاجة بتطير فوقه، يقول: دي حمامة معدنية. لا يا معلم، دي درون. يمسك جهاز غريب، يضغط زر، وفجأة يطلع له صوت وموسيقى. يبص حواليه، كل واحد ماسك جهاز ووشه مدفون فيه. يفتح الكراسة، يرسم الموبايل ويسميه أداة التواصل السحري. يدخل محل مليان شاشات لمعة، يقول: ده معرض فن ولا قصر علم؟ يمسك قلم غريب، يرسم خط، فيلاقيه بيتحرك على الشاشة. يحاول يكلم واحد من عصره، بس مفيش رد، لأن الراجل مات من 500 سنة. يشوف آلة بتطلع تمثال صغير، يقول: انتوا بتعملوا النحت من غير إزميل؟ عقله بدأ يولع بالأفكار. تعدي عربية سريعة قدامه، يقول: دي عربة بخيل غير مرئي. ينزل تحت الأرض، يلاقي قطار بيجري أسرع من الريح، يطير في الجو. يبص من الشباك، يقول: أخيراً حلمي اتحقق. يشوف قطار بيختفي في ثانية، يقول: ده أسرع من سهم أرخميدس. يفتح الكراسة، يرسم عربية بتطير في الشوارع. يفتح تطبيق غريب مليان صور، يقول: ده معرض لوحات عالمي. يشوف صورة قطة تضحك، يقول: إيه الفن ده؟ يجرب يعمل رقصة ويقول: هل كده أبقى مشهور؟ يشوف تعليقات من كل العالم، يقول: أنا عندي جمهور أكتر من ملوك أوروبا. يمسك الموبايل ويصور نفسه ويقول: صورة ذاتية، فكرة عظيمة. يدخل معرض شاشات، اللوحات بتتحرك وتتكلم. يمسك فرشاة افتراضية، يرسم في الهواء، يلاقي اللوحة قدامه. يبص في اللوحة ويقول: ده سحر متقن. يرسم الموناليزا على شاشة، المرة دي وهي بتغمز. يشوف ملايين بيشوفوا لوحته ويقول: ده المعرض الأكبر في حياتي. يدخل معمل مليان آلات، يقول: هنا بيتولد المستقبل. يمسك زراع روبوت، يكتب بيه خط عربي. يطلق درون ويصور بيها لوحة من فوق. يبدأ يرسم عربية بتطير وتغوص في البحر. العلماء يصفقوا، ودافنشي يبتسم بفخر. يدخل مطبخ فيه آلات أكتر من أفران روما. يحط الفاكهة، الجهاز يعمل عصير في ثواني. يدوق بيتزا ويقول: تحفة إيطالية وصلت لقلبي. يشوف الميكروويف، يسميه صندوق النار السريع. يطبخ مكرونة ويقول: التكنولوجيا بتخلي الطعم أحلى. يدخل متحف، يشوف لوحاته القديمة. يشوف الناس بتتصور مع الموناليزا، يقول: غريبة، محدش واقف يتأمل. يعلم الشباب فن الرسم بالألوان، يرمم لوحة بحب الفنان القديم. الناس تسقف وهو ينحني باحترام. يرسم على طاولة هولوجرام، الفكرة بتطلع مجسم في ثواني. يبتكر محطة فضاء على شكل زهرة. يطلب من الذكاء الاصطناعي يرسم معاه، يعمل جسر فني داخل واقع افتراضي. يقف قدام الأمم المتحدة، يحكي عن عالم بلا حروب. يبص للشمس، يقول: كل زمن ليه سحره. يجمع رسوماته الجديدة، يسلم على أصدقاء من 2025. يدخل بوابة زمنية مضيئة، يختفي وهو بيبتسم، تاركاً وراءه حلم ممتد عبر القرون. ليوناردو دافنشي عبقري في أي عصر، سواء كان بيرسم بريشة في القرن ال15 أو بيبتكر بالذكاء الاصطناعي في القرن ال21. الإبداع ملوش زمن. ودلوقتي، مين المرة الجاية اللي هنشوفه عايش معانا؟ لو عايزين تعرفوا مين الشخص التاريخي الجاي اللي هيعيش وسطنا، استنونا الحلقة الجاية. ما تنساش لو عجبك الفيديو تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تكمل معانا باقي السلسلة، وتعمل لايك للفيديو.